السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم حمزة من قناة مدرسة لاكرز. إن شاء الله هذه الحلقة كما رأيتم في العنوان كيف نقوم بإغلاق حساب أي فيسبوك أي شخص، يعني بالاعتماد فقط على ذكاء أخي الكريم. أولا قبل أن نبدأ، يعني في العنوان كيف تصنع كود بنفسك لغلق حساب فيسبوك. هذا أخي الكريم، لا توجد هناك أكواد لغلق حساب فيسبوك أو حسابات فيسبوك. تلك الأشياء هي فقط لجلب الزوار وجلب المشاهدة الفيديو. وتجد هناك كود روسي، كود إفريقي، كود ياباني، كود لا أعلم من أين. لكن أخواني الكرام، هذه ليست أكواد، هذه كلام فقط تقوم أنت بصنعه. يعني يمكنك أنت أخي الكريم أيضا أن تصنع هذا الكود. يعني أولا سوف أعطيكم فكرة قبل أن تقوم بصنع هذا الكود، أو سوف أريكم الطريقة. سوف تنجح معك أخي الكريم كما نجحت معي عدة مرات. وأن تدخل إلى بروفايل الضحية، يعني تبحث في بروفايل الضحية إذا عن روابط، إذا وجدت الضحية ينشر روابط أو صور إباحية، أو صور صور فيها حرب، أو صور فيها عنصرية، أو أو روابط معينة. إخواني الكرام، سوف تستغل هذه الفكرة. مثلا وجدت صورة إباحية مثلا، سوف تأتي فقط إلى ترجمة جوجل. هنا سوف تقول، سوف تبتكر كلام من نفسك، تبتكر كلام حتى تتمكن من إقناع شركة فيسبوك بأن هذا الشخص يقوم بنشر صور إباحية. مثلا سوف نختار مرحبا تستغل أخي الكريم بعد الأفكار. مرحبا فيسبوك، أنا مثلا مبرمج أو أنا سوف أعطيكم مثلا مثلا أسئلة، أو عفوا ليست أسئلة، بل هي أفكار يمكنك أن تستغلها. أنا مبرمج، أو أنا باحث عن معلوماتي على سبيل المثال. سوف أعطيكم بعض الأمثلة. أو أنا مطور تطبيقات فيسبوك، أو تطبيقات الويب على سبيل المثال. واختر أشياء جيدة جدا، أو شخصيات بارزة. سأختار فقط أنا مثلا مرحبا فيسبوك، أنا مبرمج. هناك مثلا على سبيل المثال هناك شخص على فيسبوك، مثلا وجدته ينشر على حسابه نشر رابط. سوف أستغل هذه الفكرة. هناك شخص على فيسبوك يقوم بنشر روابط احتيالية على سبيل المثال، وروابط السبام. وسوف تبدع أخي الكريم من نفسك. المرجو مراجعة هذا الحساب. أنت أخي الكريم طول في الكلام، أو حاول أن تقوم بعمل أفكار جيدة جدا، حتى تقنع شركة فيسبوك. وهذا هو الرابط. وهذا هو رابط، مثلا رابط الشخص على سبيل المثال. وسوف أضع لهم الرابط الخاص بي، وكما ترون سوف أضع لهم الرابط الخاص بي. هذه هي الخطوة الأولى، وأعطيتكم الأفكار الأولى إخواني الكرام. هذه هي الرسالة الأولى. سوف أقوم بنسخها هكذا ووضعها في نيو دوكومون جديدة. ثم بعض الإخوان سوف يقولونني إذا لم أجد هذا الشخص ينشر، إذا وجدت هذا الشخص لم ينشر روابط، أو صور إباحية، أو غير من ذلك، صور أو صور حرب،
يعني أقول لك أخي الكريم، يجب أن تبتكر فكرة لنفسك. يعني تجاهل أن هذا الحساب يعني حساب إباحي أو حساب يعني فيه عنصرية. يعني ابتكر أفكار لنفسك. مثلا هذا الحساب يقوم ببيع المخدرات أو يتاجر بالمخدرات عبر فيسبوك، أو يعني حاول أن تبتكر أفكار من نفسك أخي الكريم. هذا ما أفعله هو يتم إقفال الحساب. يعني هناك عدة أفكار. الأفكار التي قمت تستعملها قد ذكرتها لكم الآن، يعني يمكنك أن تستعملها أخي الكريم. يعني والواضح أنك إذا أردت أن تقوم بإرسال هذه الرسالة إلى فيسبوك تأتي إلى هنا. يعني آسف، سوف أقوم بتغيير لغة الحساب الخاصة بي، يعني ربما البعض لن يفهم هذه اللغة، وسوف أضعها إنجليش على سبيل المثال. ثم كما قلنا تأتي إلى هنا، تأتي إلى هذه العلامة، ثم نأتي إلى settings هنا، أو عفوا تأتي إلى هذه العلامة. يعني نسيت هذه الأشياء. تأتي إلى هنا ثم تطلع report a problem، ثم نختار هنا something isn't working، ثم هنا نختار other، هنا اختار اوذر. يعني فكرة لم اوضحها اخواني الكرام. يعني عندما تدخل الى هذا حساب فيسبوك، يعني ربما قد تجد كما قلت لكم صورة اباحية او صورة تدل على حرب. يعني تقوم بعمل ابلود لسكرين شوت من هنا، تقوم بتصوير هذه الصورة، تقوم بتصوير البروفايل الخاص به وهذه الصورة. يعني مع هذه الصورة تقوم بعمل ابلود سكرين شوت من هنا وتختارها وتقوم بعمل اوبن لها وتضع الكلام الذي يعني قمنا به هنا، ثم تضغط على send. يعني تضغط هنا على send. لا أريد أن أقوم بالضغط على send. يعني هذا مثل الأمر إخواني الكرام. أعطيكم فكرة كيف تقوم بصنع أكواد لغلق حسابات فيسبوك. ليس هي أكواد بل رسائل إخواني الكرام. يعني لا تقبل كود روسيا والكود الإفريقيا والكود بلا بلا بلا. إلى هنا انتهت حلقتنا إخواني الكرام. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة، يعني بعد أن أتى إنذارين لقناتنا ما تشاركوا. يعني نتمنى أن تقوموا بعمل سبسكرايب لهذه القناة. إلى اللقاء، إلى درس قادم إن شاء الله.